تشفير حقيقي كان بيستخدم من آلاف السنين. فكروا فيها كده وهقول لكم الإجابة الصادمة في آخر الفيديو. المهم احنا النهاردة في نعمة كبيرة اسمها التطبيقات. حياتنا حرفيا بقت عبارة عن أيقونات صغيرة على الشاشة بتوفر علينا مجهود سنين. عايز تاكل بتطلب، عايز تسافر بتحجز، عايز تحمي خصوصيتك بتستخدم VPN. والنهاردة تحديدا جاي أكلمكم عن تجربة حقيقية ومختلفة مع تطبيق انتشر مؤخرا اسمه GVPN Free VPN. تطبيق ناس كتير حملته عشان كلمة مجاني اللي في العنوان دي. بس السؤال هنا بقى، هل هو فعلا مجاني ولا مجاني بس في حاجة في ان، وهل يستاهل المساحة اللي هياخدها من موبايلك؟ انا جربت التطبيق ده بنفسي فترة عشان انقل لكم الخلاصة بلسان المستخدم العادي مش بلسان الاعلانات. جي في بي ان وظيفته الاساسية زي اي في بي ان في الدنيا انه بيخفي هويتك على الانترنت ويفتح لك المواقع المحجوبة ويغير مكانك الجغرافي لأكتر من 30 دولة. وده مفيد جدا لو بتلعب جيمز وعايز سيرفرات تانية أو خايف تستخدم واي فاي كافيهات وعايز تشفر بياناتك عشان محدش يقدر يوصل ويخش موبايلك عن طريق الواي فاي لو متهكر مثلا. واجهة التطبيق أول ما تفتحه بسيطة جدا وسهلة، زرار واحد للاتصال وقائمة سيرفرات، ودي ميزة تحسب لي. لكن تعالوا نتكلم في الواقع. أول ما نزلت التطبيق اكتشفت إن كلمة مجاني دي مش مطلقة. هو بيديك تريلال أو تجربة مجانية لمدة يوم واحد بس بكل المميزات. طيب بعد اليوم ده هنلاقي هنا بقى بيبان فكرة التطبيق اقتصادية أو الغريبة شوية. التطبيق عامل نظام اسمه بلاي ايرن، العب واكسب. يعني عشان تاخد وقت زيادة او مميزات الفي اي بي اللي انت خدتها في اول يوم من غير ما تدفع فلوس كاش، ممكن تلعب شوية العاب جوه التطبيق وتجمع نقاط وتحول النقاط دي لاشتراك. دي حاجة ممكن تعجب ناس معاها وقت ومش معاها فلوس، وممكن تضايق ناس عايزة تنجز وتفتح التطبيق تلاقيه شغال على طول. من الاخطاء الكارثية بقى اللي شفت الناس بتقع فيها هي بتستخدم التطبيق ده وغيره، وغير كده انهم بيعملوا بقى استثناء للبطارية. وده غلط. يعني ايه استثناء للبطارية؟ يعني بيقول البطارية اي تطبيق شغال في الخلفية اقفليه، فانت شغال موبايل على توفير الشحن فبيقفل التطبيق في الخلفية وانت تكون فاكر نفسك محمي والفي بي ان شغال وهو اصلا فصل وانت بتتصفح عادي ومكشوف. فلازم تتأكد انك لاغي خيار تحسين البطارية للتطبيق ده. لكن وكمان عشان العيوب اللي لازم اكون صريح فيها، ان بعض المستخدمين اشتكوا من حاجة اسمها دي ان اس لاك، يعني احيانا بياناتك ممكن تتسرب لو الاتصال مش مستقر. ودي مشكلة لو انت بتعمل حاجة حساسة جدا، فمحتاج يبقى الاتصال مستقر، وهتفرق معاك لان ممكن تسرب بيانات. لكن لو تصفح عادي وفتح مواقع المحجوبة هو شغال كويس، ومش يعني هو قدرة تشفير اقل شوية من التشفير العالي. سرعة التطبيق مقبولة جدا في السيرفرات القريبة، لكن في السيرفرات البعيدة البنج بيعلى شوية، وده طبيعي في الفئة المجانية. لما دخلت قلبت في تعليقات الناس على البلاي ستور لقيت خناقة. ناس بتديه 5 نجوم وشايفاها كنز عشان فكرة تجميع النقاط وبيديك في اي بي، وفي ناس تانية في تعليق تاني واخد لايكات كتيرة جدا بيقول تطبيق ممتاز بسعر رخيص وانصح بيه بشدة. ده بيأكد ان لو انت بالك طويل التطبيق هيفيدك. على الجانب التاني ناس بتشتكي ان الاتصال بيقطع في دول معينة زي باكستان، وان التطبيق بيطلب تحديثات كتير. نصيحتي ليك لو عايز في بي ان مجاني تمام من غير ما تلعب ولا تجمع نقاط، ممكن تشوف بدائل زي بورتون في بي ان النسخة المجانية ووايند سكرايب، دول اتقل واشهر في السوق. بس لو عايز سيرفرات كتير ومستعد تلعب شوية، جي في بي ان تجربة مش بطالة. نرجع بقى للسؤال اول الفيديو. الملوك زمان تحديدا الاغريق كانوا بيستخدموا حاجة اسمها سكيرتل عصاية خشب بقطر معين بيلفوا عليها شريط جلد بيكتبوا الرسالة بالطول، ولما يفكوا شريط الحروف بتبقى متلخبطة ومستحيل تتقري إلا لو اللي استلمها معاه عصاية بنفس القطر بالظبط يلف عليها الشريط تاني بس بالعكس ويعرف يقرا الرسالة. وده كان الفي بي ان بتاعهم زمان. جربوا التطبيق وقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.